السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في قناه على اليوتيوب غانو كويزين. ان شاء الله تكونوا كنبغيو تشوفوا لا فيديو تاع النهار اليوم. مرحبا بكم في نوع واحد اخر من حلويات العيد، واليوم درت لكم هاد الصابلي اللي يجيب بحلوه الترك واللي هي الشاميه والمعجون. حلوه شكلها راقي، ذوقها رائع رائع رائع. هذه ان شاء الله لازم تكون حاضره في الحلويات العيد تاعكم، وزدوا في الفم، عليكم غير تجربوها وان شاء الله تعجبكم. نقول لكم قبل ما ندوز في الصونس اشترك في القناه وتفعيل الجرس باش يلحقكم اي جديد. وكيما راكم تشوفوا التزيين تاعها يكون بالقطايف المحمصين. الحاجه الاولى للجماعه اللي رايحين نديرها باش نفهمكم في هذه الحلوه، متكونه باتا صابلي عاديه وكريمه من الفوق تتقلاصه وتتزين، معناتها هذا ما كانوش فيها. الحاجه الاولى اللي رايحين نديروها، نقول لكم باللي هذه الكميه اللي درتها تاع 500 غرام تاع المارغرين خرجت لي 60 حبه عفوا. ودوكا على حساب المول تاعكم وعلى حساب الكبر تاعو ولا الصغر تاعو. اذا كان المول صغير بزاف تخرج لكم كثر، اذا كان المول كبير تخرج لكم قل. هنايا في ريسيبيون درت 500 غرام تاع المارغرين بدرجه حراره الغرفه، زوج حبات تاع البيض، كاس الا ربع تاع السكر ناعم، ملعقه صغيره تاع لافاني، ونص كاس تاع الشاميه واللي هي حلوه بالترك اللي كنت متكون مفتته بهذه الطريقه. وما تنسوش القرصه تاع الملح. المقادير بالتفصيل مكتوبين لتحت في صندوق الوصف. نعاود نقول لكم درت 500 غرام تاع المارغرين، زوج حبات تاع البيض، كاس الا ربع تاع السكر الناعم اللي هو سكري كلاص، زدت معاهم نص كاس تاع الشاميه وملعقه صغيره تاع لافاني. نطلع كلش هكذا بالباطو حتى يولي القوام كريمي. وفي نص العمليه ضفت لهم 4 مغارف كبار تاع الزيت. في نص العمليه تاع هذا الخلاط درت لهم 4 مغارف كبار تاع الزيت، وقعدت نخلط حتى وين يولي قوام كريمي والزبده يتولي المارغرين عفوا يتبدل لونها لهذا الشكل. بعدها واش نروحو نديرو، نحبسو هنايا كامل الباطور عفوا، نحبسوه كامل، راح نكملو غير بالفوي وبيدينا. راح نضيف عليهم هنا للبنه زوج مغارف كبار تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي، ولا لوز يكون محمص ومرحي، نسحقو غير زوج مغارف منهم، هذا ما كان. واش نزيد معاهم دوكا كاس تاع المايزينا، ونجي نخلط هنايا غير بالفوي. انا باش ما نبداش ندخل يدي غير من دوك، نجي نخلط غير بالفوي باش تجيني العمليه سهله. ابخي نكمل نلم بالفارينه. هنا كيما راكم تشوفوا خلطت مليح هذيك المايزينا وزوج مغارف كبار تاع المكسرات. انا درت لوز مرحي محمص كان عندي، ونكمل نخلط بهذه الطريقه حتى يتمزجوا كامل المكونات. شوفوا هنا ندير الكاس الاول تاع الفارينه ونزيد عليه ملعقه صغيره تكون معمره مليح تاع خميره الحلوه، ونبدا نخلط. ابخي نبدا نلم بالفارينه حتى نحصلوا على عجينه تكون حاكمه روحها وما تكونش مشقوقه، معناتها تكون باتا صابلي عاديه. هنا قاعد غير نضيف الفارينه. شوفوا الفارينه دات لي حوالي 6 كيسان تاع الفارينه، على حسب واش راني شايفي 6 كيسان تاع الفارينه. نتوما شوفوا ديروا على حسب الفارينه تاعكم، خاطر كاين الفارينه اللي تشرب كاين الفارينه اللي ما تشربش. وزيد كيفاش نفهمكم، لازم تحصلوا على باط عاديه تاع باط صابلي، معناتها حتى وين تلم لكم، برك ما ديروهاش ناشفه وما ديروهاش تلقى روحها بزاف. بهذه الطريقه شوفوا هاد لاباطا صابلي دايما انا معتمدها، ما نبدلهاش كامل. 500 غرام تاع المارغرين يقابلوها زوج حبات تاع البيض، هاي ليك بهذه الطريقه. برك نقصت فيها السكر كلاص خاطش درنا الشاميه فيها، وحتى عطينا بنه هايله هذيك الشاميه اللي ضفناها لاباط. هنايا نجي هكذا نخليها تكون مليسيه مليح، نطمها مليح هكذا بين يديا. شوفوا كش تكون لاباط تاعكم هكذا. نجي نقسمها على 2، ماهيش مشقوقه وماهيش متلوقه، راهي حاكمه روحها وماهيش ناشفه. هكذا نقسمهم على 2، نغلفهم بابي فيلم وندخلهم للفريجيدار يريحوا مينيموم نص ساعه. انا خليتهم ساعه، خلوهم مينيموم نص ساعه، انا خليتهم يريحوا ساعه في الفريجيدار. ما بدرا يريحوا في الفريجيدار نروحوا نحضروا الكريمه اللي تجي في الوسط. هاد الكريمه البنينه اللي لازم تجربوها وتسيوها. شوفوا هنايا واش درت كاس تاع كاس تاع اسمه كاس تاع حلوه الشاميه اللي كانت مفتته، وزدت عليها نص كاس تاع المعجون تاع لابريكو. مش انا استخدمتها تاع عمر، حيعطيها بنه هايله. ولازم ضروري انه المعجون اللي تستخدموه يكون ابريكو، خاطش ابريكو هو اللي يمشي مع هاد الحلوه وراح يعطيهم بنه بزاف هايله. قلنا كاس تاع الشاميه، نص كاس تاع لابريكو المعجون، انا استخدمت تاع عمر كيما شفتوا. ونجي نميكسي كلش مليح بهذه الطريقه. اذا شفتوا القوام بزاف ثقيل ضيفوا شويه تاع المعجون، اذا شفتوا القوام بزاف خفيف ضيفوا شويه تاع الشاميه واللي هي حلوه بالدرك. شوفوا القوام كيفاش لازم يجي، لازم يجي قوام معلك ويجي هكذا حاكم روحه، ما يكونش تالق روحه حتى وين ليكيد. لا لا، حنا نسحقوه شغل حاكم روحه باتاتا اختيني. وللامانه جماعه انا هذه الكميه اللي درتها هذه تاع حلوه بالترك مع المعجون قدرت نغلق بها 37 حبه. معناتها اذا كنتوا درتوا مقادير بزاف معناتها لازم تضاعفوا الكميه.
هنايا نجي نفتح لاباطا صابلي عادي. دايما نقول لكم لاباطا صابلي كي تفتحوها جيبوا ساشيات، هادو ساشيات يتباعوا ولا زوج ساشيات تاع خبز يكونوا متوفرين عندكم، قسموهم وفتحوا بهم لاباطا صابلي بهذه الطريقه. الحاجه الاولى تخرج لكم شكلها بزاف شباب. انا ما نحب لي يفتحوا بابي كويسون، ما نحب لي تفتح بابي فيلم. بزوج ساشيات، واحد من التحت واحد من الفوق، وتفتحوها وتليسيوها مليح، والحبه تترفد معكم بكل سهوله خاصه للمبتدئين. وما معناتها مام كي ترفدوا الحبه ما راحش تغبنكم وتقعد تلصق لكم ولا تتنحى معكم بكل سهوله. المول الاول اللي خيرته جماعه واللي هو هذا المول المدور بهذه الطريقه، هذا هو اللي خيرته انا الاول، المول الاولاني اللي كنت درت به هاد الحبات. ندخلهم الفرن يكون مسخن من قبل 180 درجه حتى من يطيبوا يدوا لون ذهبي شباب. انا ما نشعلش عليهم من الفوق، معناتها ندير لهم المروحه ونشعل عليهم من التحت ونخليهم يطيبوا حتى يديو لون ذهبي في لي كوتي ومن التحت. وهذا هو المول الثاني اللي خيرته انا. تحبوا ديروا اي مول تحبوه نتوما تقدروا ديروا. ها هنا الحلوه تاعي بعد ما طابت، شوفوا اللون الذهبي كشي يجي، خلوها تحمر مليح وطيب مليح من التحت، خاطش طيبها الصح كامل راهو من التحت. شوفوا كش تجي لونها اشبه من التحت. هنا نروح نجيب هذيك لاباط اللي كنا خدمناها بحلوة الترك والمعجون، ونجي نبدا نغلق في الحبه تاعي هكذا. ندير شويه من هذيك لافاكس ونمشيها نمشوها غير بالعقل، ما تزيروش على الحبه، خاطر كيما على بالكم لاباطا صابلي ديجا راهي هشه، هادي راهي فيها المايزينا جايه شغل تقرمش، وزيد جايه هشيشه، ماشي هذيك اللي ماشي يابسه معناتها اللي تحمل الضغط بزاف. معناتها غير بالعقل، مام كي تعفزوها هنا غير بالعقل. بعدها مسحوا لي كوتي غير هكذا بصبعكم ولا بكوبات ولا كش ما حاجه هكذا اللي ما تفسد لكمش الشكل هكذا. ونكملوا بنفس الطريقه حتى وين نغلقوا كامل الحبات، كي المدورين كي هادوما الشكل اللي خيرته انايا تاع العين. جماعه دوكا نروحو نحكي لكم على الكلاصاج ديتو. انا درتو كلاصاج شوكولا بلون، بصح كيفاش خرج لي هذا اللون الباج الشباب. واش درت؟ حكمت هنايا زوج طابليطات تاع 250 غرام تاع شوكولا بلون، قسمتهم مليح ودرت لهم شويه تاع شوكولا نوار، شويه برك ماشي بزاف، واحد المورسو يكون صغير تاع الشوكولا نوار. بعد ما دابوا كامل ضفت عليهم زوج قطرات تاع ملون اصفر خاص بالشوكولا باش تحصلت على هذا اللون الباج. معناتها درت دو طابلات تاع شوكولا بلون وزدت لهم مورسو صغير تاع شوكولا نوار. كي دابوا خرجتهم من الحمام المائي، درت لهم زوج قطرات تاع ملون اصفر خاص بالشوكولا، تحصلت على هذا اللون اللي يجي باج. شوفوا اللون شحال شباب وهايل. هنا نبدا نكلاصي الحبه تاعي. الشوكولا للامانه ما ضفت لها حتى قطره زيت، بديت نكلاصي الحبه تاعي ديريكتومون هكذا، نكلاصيوهم عادي. كاين بزاف اللي يقولوا لي غانوا باللي الشوكولا بلون كي نجو حندوبوها تتكتل ما تذوبش مليح. نقول لكم استخدموا لي ريسيبيون تاع الزجاج كي تجو حدوبوا الشوكولا، ما تستخدموش لي ريسيبيون تاع الاينوكس، استخدموا لي ريسيبيون تاع الزجاج. راني نقولها ونعاودها، لي ريسيبيون تاع الزجاج هما اللي يعطوكم نتيجه رائعه كي تذوبوا الشوكولا تاعكم. اما تاع الاينوكس ما راحش يجيبوا ولا نتيجه، راح يخلوا لكم الشوكولا شغل تفسد. جماعه هنايا شوفوا، بعد ما الحبه تاوعي نشفت فيهم الشوكولا، بالنسبه لهذا النوع تاع العين كنت نصو دهنتو بالكراميل ولا بالمعجون، من الافضل تكون كراميل خاطر يكون القوام تاعها حاكم روحو. ونجي هنايا نجيب هادوما القطايف اللي يكونوا مقسومين هكذا رقيق ومحمصين ما يتباعوا واجدين. من الافضل انكم تشروهم واجدين ما تخدموهمش في الدار خاطر ما راحش تحصلوا على لون الحبات كامل كيف. نجي نلصق هكذا هذاك القطايف على كامل فديك النص الحبه، ودوك تشوفوا كيش نفينيها ونخرجها شابه. معناتها تبعوا برك الطريقه باش تعرفوا كيفاش رايح نفينيها. هنايا بعد ما لصقت هذوك القطايف نروح نجيب اي حاجه موس ما يكونش حاد بزاف. دوك نوري لكم، حكموا موس ما يكونش حاد بزاف باش نحو هاد الزوائد اللي راهم خارجين، خاطر الحبه شغل ما تبان مقسومه شابه مليح. ندني بهذه الطريقه شغل ندنيهم للفوق باش يخرج لي خط مستقيم، وهذوك الشعيرات كامل يدخلوا للداخل وما يكونوش خارجين. نحي هاد الزوائد وشوفوا الحبه شحال تخرج حبه ومتحوفه. هنا التزيين تحبوا ديروا كيما تحبوا. بالنسبه هديه درت فيهم هذوك عيد مبارك اللي راهم يتباعوا عند تلقاوهم عند كامل يبيعوا دوزن تاع الحلوه.
تلصقوهم بشويه تاع الكراميل ولا الجلوكوز كما تحبوا. بالنسبه للنوع المدور كنت دهنته في لي كوتي بالكراميل ودرت له القطايف، ومن الفوق زينته بحبه تاع الجوز. ونقول لكم وصلنا لنهايه الحلقه تاع نهار اليوم ولا الوصفه تاع نهار اليوم عفوا. ان شاء الله تكون عجبتكم، ما تنساوش تجربوها العيد وتبعثوا لي تطبيقاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصين بيا غانو كويزين في الانستغرام ولا فيسبوك. ونقول لكم في وصفات اخرى وحلويات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.